في خطوة أولى تجاه توطيد العلاقات الألمانية الفلسطينية، أعلن وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيلي تقديم حزمة من المساعدات إلى السلطة الفلسطينية لدعم جهودها الرامية إلى إقامة دولة مستقلة، وبما يساعد أيضا في تطبيق حل الدولتين. تصريح فيسترفيلي جاء بعد لقائه برئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض في برلين، وذلك في إطار أول اجتماع دوري للجنة التوجيه الوزارية الألمانية الفلسطينية. ويهدف الاجتماع أيضا إلى دعم خطة بناء مؤسسة دولة فعالة في المناطق الفلسطينية، والتي تشمل مجالات الأمن والاقتصاد. مخيم للاجئين قرب رام الله بالضفة الغربية، هنا بنيت مدرسة جديدة بتمويل ألماني، ويؤمل مستقبلا بتنفيذ مشاريع أخرى. فالحكومة الألمانية تريد دعم القيادة الفلسطينية على طريق تحقيق الهدف المشترك بإقامة دولة مستقلة حتى منتصف عام 2012. لقد قررنا ذلك لأننا نعتقد بأن تطوير وبناء مؤسسات الدولة في الأراضي الفلسطينية هو شرط ضروري لنجاح حل الدولتين في الشرق الأوسط. ولهذا قررت برلين تشكيل لجنة توجيه وزارية ألمانية فلسطينية تعقد اجتماعات دورية على غرار المشاورات الحكومية الرسمية التي تجريها ألمانيا مع دول كفرنسا وإسرائيل. هذا يعني اعتراف من قبل الجانب الألماني بأن العلاقة مع الجانب الفلسطيني مهم لدرجة أنه يجب أن يرتقي من حيث أن تكون لقاءات عفوية إلى لقاءات ممنهجة مدروسة لها أهداف وغايات ولها أجندة وخطة عمل. الحكومة الفلسطينية تأمل أن تساهم اللجنة في تحسين الأوضاع المعيشية للفلسطينيين، ما سيؤدي حسب رأيها إلى ردم الهوة بين حركتي فتح وحماس. وفي ختام أول اجتماع للجنة اتفق الجانبان على التعاون في مجال تدريب الشرطة والقضاء وإقامة مشاريع اقتصادية مشتركة، كما قررت برلين تقديم منحة للجانب الفلسطيني بقيمة 20 مليون يورو. وللإضاءة أكثر على هذا الموضوع معي مباشرة في الاستوديو الخبير في شؤون الشرق الأوسط السيد ميشائيل لودرز. سيد لودرز، أهلا بك. بداية، هذا الاجتماع يعتبر خطوة أولى تجاه رفع مستوى التمثيل الفلسطيني هنا في ألمانيا، ولكن ماذا يعني هذا سياسيا؟ المعنى السياسي هو أن ألمانيا الحكومة الحالية تريد صراحة تحسن العلاقات المعيشية للفلسطينيين في الأراضي المحتلة، وأيضا ألمانيا تهتم بتحسن العلاقات الثنائية بين برلين وبين السلطة الفلسطينية بالاستثناء حركة حماس. وهذا الاجتماع طبعا كان مفيد جدا، لأنه هذا الاجتماع كان أهم الاجتماع بين الطرفين منذ سنوات طويلة. طيب سيد لودرز، هل هذا يعني بأن ألمانيا سيكون لديها دور أكثر فعالية في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة فيما يتعلق بموضوع السلام؟ في اعتقادي هذا ليس من المتوقع. يعني ألمانيا والدول الأوروبية بشكل عام يتكلمون كثيرا عن عملية السلام، ولكن لا يوجد تحركات حقيقية بين الفلسطينيين وإسرائيل. وفي اعتقادي هذا المأزق سيستمر في المستقبل القريب، لأن أوروبا خائفة جدا باستخدام درود على الطرفين، خاصة الطرف الإسرائيلي. شكرا لك السيد ميشائيل لودرز الخبير في شؤون الشرق الأوسط، شكرا على وجودك معنا. بعد إطلاق عمل لجنة التوجيه الوزارية الألمانية الفلسطينية يوم أمس، عقد رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض اجتماعا مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين للتباحث في دعم التعاون المشترك من أجل بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقبلية. وكان فياض قد التقى أيضا بأعضاء المجلس الاقتصادي الفلسطيني الألماني. لقاء رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض بأعضاء المجلس الاقتصادي الفلسطيني الألماني جاء لاستعراض الجهود التي يبذلها المجلس حديث العهد والمؤلف من رجال أعمال فلسطينيين وألمان بهدف دعم التعاون بين الشركات الفلسطينية والألمانية والترويج للاستثمار الألماني في الأراضي الفلسطينية. الاستثمار الألماني في فلسطين يخلق فرص تصديرية
للاقتصاد الفلسطيني في ألمانيا وبالتالي في الاتحاد الأوروبي. ننظر باستمرار إلى هذه المعادلة بشقيها: أولا ما يمكن أن يستثمر في الاقتصاد الفلسطيني، وثانيا ما يمكن أن يحصل عليه الاقتصاد الفلسطيني من فرص تصديرية في أسواق العالم. فياض أكد أيضا على أن الاحتلال الإسرائيلي يشكل العائق الأكبر أمام الاستثمار الخارجي في الأراضي الفلسطينية، داعيا المستثمرين الألمان إلى المشاركة في مؤتمر فلسطين للاستثمار المزمع عقده في بيت لحم مطلع الشهر المقبل. أعتقد أن العمل جار على بناء مؤسسات سياسية وبنى تحتية مساعدة لجذب الاستثمار إلى الأراضي الفلسطينية، حيث سينظم مؤتمر للاستثمار قريبا. لذا أعتقد أننا نستطيع سوية المساهمة في هذه الجهود. وكان فياض قد أطلق يوم الثلاثاء مع وزير الخارجية الألماني غيدو فيستافيلي لجنة التوجيه الوزارية الألمانية الفلسطينية، التي اعتبرها المراقبون نقلة نوعية للعلاقات بين الطرفين وخطوة هامة لإرساء دعائم الدولة الفلسطينية المستقبلية. وللمزيد حول هذا الموضوع معي في الاستوديو الدكتور هشام الدهشان رئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني الألماني. دكتور أهلا بك. بداية يعني تشكيل لجنة التوجيه الألمانية الفلسطينية بالفعل يعتبر سابقة في تاريخ العلاقات السياسية والاقتصادية بين الطرفين. كيف تقيمون إنشاء هذه اللجنة، وأيضا برأيكم كيف ستساعد الجانب الفلسطيني؟ أعتقد أن حقيقة تأسيس لجنة التوجيه هي خطوة تاريخية، أمل أن تكون لتوثيق شراكة حقيقية بين فلسطين وألمانيا. وأعتقد أن الآن الأجواء السياسية والمحيط السياسي الآن في ألمانيا يعطيني الأمل أن تكون هذه فعلا شراكة حقيقية. بمعنى آخر أن إذا كان هناك ضوء أخضر من الحكومة الألمانية، فأعتقد أن المستثمر الألماني سيتخطى مرحلة الخوف في الاستثمار في فلسطين، وأنا أضع كل أملي في هذه اللجنة. طيب دكتور، أيضا كيف سيترجم أو ستترجم هذه المشاريع على أرض الواقع؟ وهنا يأتي دور المجلس في مساعدة اللجنة. كيف سيكون هذا التعاون من أجل يعني إعطاء دفعة لهذه المشاريع لتنفيذها في المستقبل؟ نحن نأمل من المجلس أن نكون فعلا الذين يترجمون هذا الشيء على أرض الواقع. فالمجلس يعني قام بعدة خطوات لربط الشركات الألمانية بالشركات الفلسطينية، حيث أن نريد أن تكون هناك شراكة حقيقية مباشرة وبدون الوسيط الإسرائيلي. شكرا لك الدكتور هشام الدهشان رئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني الألماني. شكرا لك. عفوا، شكرا.